الاهلي بيكسب بالتحكيم. ايوه الاهلي بيكسب بالتحكيم ومعروفه جدا، بس مفيش اهلاوي راجل وجدع يقدر يقول كده عشان هيتكسف. وانا في الفيديو ده جاي اثبت لك ان الاهلي بيكسب بالتحكيم. مش مصدقني؟ طب بص كده الكره دي، بص الكره دي كويس، اتفضل. يبقى الاهلي بيكسب بالتحكيم ولا لا؟ بيكسب بالتحكيم طبعا. انا اعرفه ان قانون كرة القدم بيقول ان لو الكرة راجعه من المهاجم او المدافع يا سيدي ايا كان براجعه من راسه ولمست ايده ما تتحسبش لمسه يد. لكن هنا الكرة واضحه جدا ان هي ملعوبه، كورنر نازل محدش لمسه، نزلت على ايد المدافع، الكرة غيرت اتجاهها وفقدت سرعتها وغيرت حركتها وعملت كل حاجه ان الكرة تتحسب ضربه جزاء واضحه جدا لزد. ولكن ده ما حصلش. ليه ده ما حصلش؟ لان الاهلي بيكسب بالتحكيم. اركن لي الزمالك كده، تعالى كده بص على ماتش الاسماعيلي. ايه دي ضربه جزاء واضحه، ضربه جزاء واضحه جدا للاعمى يشوفها. لعيب الاسماعيلي خبط رجلين الاثنين في بعض، هوبا خد ضربه جزاء. ليه؟ لان الاهلي بيكسب بالتحكيم. وبالمناسبه برضو بسبب تاني، ان الاهلي ما بيرضاش يلعب في اسماعيليه، ما علينا، بس الاهلي هو اللي بيكسب بالتحكيم. اركن لي كده الاثنين دول، اتفضل كده ركز معايا. هدف لسيراميكا كليوباترا، الحكم يلغي الهدف ويرجع لضربه جزاء. دي اول مره اشوفها في قانون الرياضه، اول مره اشوفها في كره القدم في الدنيا والوجود، ان الحكم يلغي هدف صحيح عشان خاطر ان ركله جزاء. ازاي؟ انا مش فاهم. لكن انت لو جيت ركزت في كل دول هتلاقي سببهم ايه؟ ان الاهلي بيكسب التحكيم. مباراه الاهلي وسموحه الدنيا كلها قامت ما قعدتش وصاحت على الكوره دي، والناس كلها قالت لك شايف الظلم، شايف الفجر التحكيمي عشان تعرف لك الاهلي بيكسب بالتحكيم. سبحان الله، كل الاستوديوهات التحليليه اهلاويه وزملكاويه اجمعوا قال لك ان الكوره دي ما فيهاش اي حاجه وان الكوره دي ما فيهاش ضربه جزاء. الغريب ان كل التدليس وكل التحوير ده كله بيحصل في رمضان. يا سبحان الله، يا سبحان الله. ضربه جزاء واضحه جدا على الزمالك ما اتحسبتش، ضربه جزاء واضحه جدا للاسماعيلي بتتحسب من وحي الخيال، هدف يتلغي لنادي سيراميكا كليوباترا وبتحسب مكانه ضربه جزاء، بتضيع وبتهدي الصداره لنادي الزمالك. استقيموا يرحمكم الله. انتوا بقى اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الثلاث حالات التحكيميه اللي انا عرضتهم دول. ضربه جزاء الزمالك انا شايف ان هي واضحه وصريحه وفعلا ضربه جزاء، انت اكتب لي رايك فيها. ضربه جزاء الاسماعيلي انا شايفها ان هي من وحي الخيال، اكتب لي رايك فيها. هدف سيراميكا الصحيح اللي بيتسجل والحكم نفسه بيعترف وبيقول انا اتسرعت في الصفاره، ما كانش ينفع اصفر دلوقتي، ده الحكم بنفسه هو اللي قال كده يا راجل. يعني اساسا كده المفروض بقى ان الماتش يتعاد. ازاي يتعاد؟ هقول لك ازاي يتعاد. طالما طلع حكم المباراه اعترف بخطا جسيم خلال اول 48 ساعه ومراقب المباراه اتفق معاه على هذا الخطا، المفروض ان الماتش يتعاد. بصراحه كل الاخطاء التحكيميه دي لحد دلوقتي هي بتخدم نادي واحد بس، هي بتخدم نادي الزمالك. ولكن كل اللي بيتشال وكل اللي بيتقال ان الكوره للاهلي وان الاهلي بيكسب بالتحكيم. حاجه انا ما شفتهاش في حياتي. اكتبوا لي انتوا رايكم في الكومنتات بسرعه.